من الحاجات الحلوة اللي عملها السوشيال ميديا وطريقة الشغل الجديدة ان هو فتح باب رزق الناس كتير. فتعالوا نشوف. براندات اوريجينال، يعني مهما تلفي ومهما تروحي مهما تيجي مش هتلاقي البراندات دي الا عند العبد لله. اي نعم، هي فتحت باب رزق الناس كتير وفتحت باب ودخلت ناس غريبة علينا برضو. تعالوا نكمل. طبعا ده برايمر بيقفل المسامة قبل المكياج. انا بس اللي مستغرب له هو انتوا ليه عايزين تقفلوا المثانة قبل الميك اب؟ مش عارف. بيقفل المسامة الواسعة قبل المكياج. يعني واحدة ربنا كرمها بمثانة واسعة عشان تستحمل، تقفليها انت ليه؟ ليه تقفلي المثانة الواسعة؟ ما تخليكي في مثانتك. ده برايمر بيقفل المسامة الواسعة قبل المكياج بنحطه عشان هي وبعدين ليه تقفلها قبل ما تحط المكياج؟ يعني مش فاهم برضو، انت مالك بالمثانة؟ بتقفل اي مسامة واسعة في البشرة. طبعا شايفة بتقول مسامة واسعة في البشرة، المسام. اه، ما دي برضو ما دي حاجة منيلة برضو. خلي بالك ان انت سواء هتقفلي مثانة ولا مسامة، ما ده برضو مش حلو. وبعدين ايه العبدة لله دي؟ شكل البرايمر عامل ازاي وشكل العلبة عاملة ازاي. طبعا الحمد لله العبد لله ما بيجيبش الا براندات، ما بيجيبش الا اوريجينال، حاجات اوريجينال، حاجات براندات اوريجينال. يبقى احنا كده معانا العبد لله، ومعانا البرايمر، وشكل، والبراندات والاوريجينالات. فالعايز يشتري كل بقى الكلام اللي مش مفهوم ده، يروح للست الكمل العبد لله دي. ده زي الفل والله.